المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما جاء يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرضه، بالمناسبة خطط وفكر بصورة خبيثة جدا عشان ما يضع أي مجال للشك في إنه الناس تشكك في الرواية اللي هو بيخترعها. لما جاء ينشر الخبر في الناس اختار شيئين مهمين جدا الناس بتثق فيهم وما بتضع أي مجال للشك في إنه الناس تصدق الرواية دي. أول شيء اختار مصدر موثوق تنشر الكلام ده عشان الناس ما تشك نهائي. والحاجة التانية اختار شخص عنده جمهور وصوته مسموع يقول الكلام عشان يصل لأكبر عدد من الناس. المصادر اللي اختارهم عشان ينشروا الكلام ده بالمناسبة اختار المصادر دي وهو قاصد وعنده هدف معين. اختار ناس من داخل دائرة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. اختار مصطح بن أثاثة، واختار وهو قريب عائشة رضي الله عنها، واختار برضو منه حمنة بنت جحش اللي هي أخو زينب بنت جحش، يعني إنسانة بتدخل وتملك عليهم لما تقول كلام الناس ممكن تصدق. اختار المصدرين ديل عشان ينشروا الخبر. ليه؟ عشان الخبر لما يجي من الاثنين ديل الناس ما بتشك. الحاجة الثانية اختار حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان زمان الشعراء بيقفوا في السوق وبيقولوا الشعر بتاعهم والكلام اللي عايزين يقولوه، فبالتالي بيصل لأكبر عدد من الناس. فسبحان الله عشان كده الخبر أخذ ضجة وانتشر بصورة كبيرة جدا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تحير في أمره وبدأ يشاور أصحابه لأنه كانت خطة مدروسة بصورة. عشان كده ما أي خبر نحن نسمعه ونلفقه ونصدقه طوالي، لأنه أي شي بيطلع لك هو بيكون مخطط وبيكون مدروس وبيكون عارفين تماما يطلع كيف عشان الناس تصدقه، والكلام ده من زمان.